ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 قوي، يعني انقطاع 4 شهور. وحشتوني قد العالم ده كله. اتمنى بقى الفيديو ده يجيب لايكات كتير 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 وكومنتات بقى وشير مع اصحابكم اللي عندهم اي مناسبه بقى في الصيف. حبيت بقى لما ارجع لكم باكتر سلسله انتوا بتحبوها، اللي هي سلسله بقى الديكورات والبالونات والمناسبات والحاجات دي كلها. عشان اللي ما يعرفش، احنا عاملين سلسله حلوه قوي عندي على القناه، ان احنا نعمل الديكورات اللي بنشوفها على النت بالالوفات. ايوه الوفات. يعني شكل النهارده ده لما مثلا بسال عليه بيقول لي اقل سعر اتقال لي 900 1800 1200 1300. ليه يا جماعه؟ كل ده عامله ب 150 جنيه. ايوه ب 150 جنيه. وفاضه عندي كمان حبه بالونات كمان بقى، كل الاشكال دلوقتي اللي هتظهر عاملاها معاكم قبل كده برضو في فيديوهات قديمه. كل الفيديوهات دي هحط لكم تحت اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. فيلا بقى، اللي عنده بقى عيد ميلاد بنوته، عيد ميلاد ابنه، خطوبته، مناسبه، عيد جوازك، اي حاجه، ما تخليش حد ابدا 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 يضحك عليكي ويقول لك اسعار مبالغ فيها. اعملي انت ده بنفسك، والله العظيم بتبقى فرحه ما بعدها فرحه. وانا بقى اوعدكم ان الفيديو ده لو حد ما يعرفش ينفخ بالونه واحده بس، هيتعلم ازاي يعمل الشكل ده من الالف للياء بكل سهوله. الفيديو فيه تفاصيل التفاصيل. وكفايه رغي بقى كده عشان توحشتوني قد العالم ده كله. يلا بينا بقى نشوف الشكل الفظيع ده عملناه ازاي ب 150 جنيه بس كده. يلا بينا على الفيديو. بس زي ما قلنا، لايك 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 لايك. طيب اول حاجه بقى هنبدا بالحاجات اللي احنا جبناها. انا بجيب الحاجات دي من المنشيه في اسكندريه عند الشربيني. كيس البالونات ده فيه 50 بالونه، الواحد عامل 30 جنيه. جبت شكلين من روبونزل عشان بنوتي كانت مصممه ان هي عايزه الديكور يكون الوانه بقى ويبقى فيه طبعا روبونزل. بصوا مش فاكره، كان في واحده من روبونزل ب 15، التانية بتاعتي كانت ب10 جنيه حاجه زي كده. وجبنا نمبر 4. وكمان البالونات دي اللي بتبقى لونها جولد، والستاره دي بتبقى لونها اصفر كده، والدبل فيس والمنفاخ وخيط السنوره. الحاجات دي كلها كانت عامله 150 جنيه. اول حاجه بقى هنجيب البالونات وهننفخها زي ما انتم شايفين كده. انا ما عنديش منفخ الكهربائي، عندي منفخ العادي ده خالص. طبعا بقى جوزي ربنا يبارك له هو اللي نفخ البالونات دي كلها. فبننفخها بعد كده بنربطها. بعد كده بنجيب كل اتنين بنربطهم في بعض من نفس اللون او لون ولون، يعني على حسب ما انت عايزه الديكور في الاخر بيطلع عامل ازاي. لو انت عايزه يبقى كل لون لوحده يبقى هنربط كل اتنين في بعض. لو انت عايزاهم يبقوا مثلا لخبطيطه شبه سبوع بنوتي مكه اللي كان فيه الحصان ده، كنت عامله يعني كل الالوان كده كانت يعني متلخبطه. فانا كنت ساعتها كنت مثلا مربطه مثلا الاصفر مع البيربل، البينك مع الاصفر، فاهمين؟ هكذا يعني. بعد كده بنجيب اتنين واتنين ونلفهم كده حوالين بعض. شايفين؟ انا هنا كنت شغاله انا واختي، وكانت اختي الكبيره بتصورني والله العظيم عشانكم. يعني انا قلت لازم اصور لكم تفاصيل التفاصيل، عشان بقى احنا بقى صيف بقى وموسم بقى عيد الميلاد بقى والمناسبات وكل ده. فحبيت ان انتوا تكونوا عارفين كل حاجه تعملوها ازاي بالظبط. كده بقى احنا خلاص ربطنا اربعات. بعد كده هنجيب اي بالونه عندك هتحطي فيها ميه وتربطيها كويس. بعد كده بقى هنجيب خيط السناره وهنحطها كده في الارض وهندخلها ما بين الاربع بالونات من تحت خالص كده. هنا بقى ننتج بقى ان احنا هنعمل الستاند بتاعنا. تمام، واحده واحده كده. ولو اول مره انتي تعمليه بجد اتفرجي على الفيديو الاخر هتعرفي تعمليه بكل سهوله. تمام. حطينا اول 4. تمام. بعد كده بقى هنحط الاربعه اللي فوقيهم بالعكس زي ما انتوا شايفين كده، يعني دول بيبقوا عكس دول. وهتلفي خيط السناره ما بين اول 4 في الاربعه اللي تحتيهم بس. هي لفه واحده لفتين مش اكتر من كده، وهيثبتوا زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا كنت عايزه الشكل بتاعي يبقى من كل لون يبقى 1 2 3، يعني صف 2 3 مثلا يبقى بيربل، صف 2 3 اصفر، صف 2 3 يبقى لونه بينك. بس طبعا زي ما انت عايزه، زي ما اتفقنا، يعني الالوان بقى والتنسيق ده زي ما انت عايزه. زي ما انتوا شايفين كده بنحط برضو الاربعه اللي فوقيهم عكس عكاس، وبنلف برضو خيط السناره الاربعه اللي فوقيهم بالاربعه اللي تحت عشان يبقوا ثابتين. هكذا بقى لحد ما تخلصي شكل الستاند بتاعك. هنا خلصنا لون الموف، دخلنا على اللون الاصفر. حسب بقى الطول اللي انت عايزاه. يعني بنات بنوتي اللي فات كنت عامله اللي هو شكل اليو المقلوب ده طبعا، فكان اخد باللونات اكتر. المره دي قلنا لا، هنعمل حرف ال بس، يعني نوع من انواع التغيير. فحسب ما انت عايزه انت تتحكمي بقى في الالوان، في الدرجات، في التنسيق، في كل حاجه.
بس زي ما انت شايفه كده الموضوع سهل جدا. زي ما اتفقنا اول 4 بنلفهم على خيط السناره على ال4 اللي تحتيهم، وبالراحه عشان خيط السناره. وعايزه اقول حاجه تانية كمان افتكرت اهو دلوقتي، ما تجيبيش خيط السناره اللي هو بيروح ويجي، اللي هو الاستريتش ده، ده بيبقى حامي على البالونات فممكن يفرقعها. فوانت بتجيبي خيط السناره اتاكدي ان هو بيبقى الخيط عادي، ما يبقاش بيروح ويجي، يبقى ناشف كده. بعد كده بقى قعدنا نحط كتير كتير لحد ما في الاخر بقى حسيت ان كده خلاص تمام قوي. فبجيب الشكل كده بقيسه على الحيطه اشوف كده تمام ولا احتاج ان انا اعمل بالونات تانية. فهنا كنت قلت لا خلاص كده تمام، يعني هو كده مظبوط حرف ال وتمام وزي الفل. بعد كده بقى هتجيبي خيط السناره وهتربطيهم كده ببعض. بعد كده شايفين انا حاطه في الحيطه المسمار ده اصلا حطاه من اول عيد ميلاد بنوتي لما كان عندها سنه، وسايباه بقى اي مناسبه عندي بحط فيه على طول. في ناس بتشعلق البالونات بدبل فيس بسكوتش باي حاجه، انا بصراحه ببقى عايزه اضمن ان هو ما يحصلوش حاجه، فبجيب خيط السناره كده وبشبكه في اي بالونه. بعد كده بروح لفاه على المسمار لفتين، بيبقى زي الفل، بيقعد معاكي اسبوع. عايزه اقولك يعني انا بخلص عندي المناسبه وبيقعد عندي بعدها اسبوع، يعني لو هسيبه هيفضل زي ما هو، ولا هيقع ولا يحصل له اي حاجه خالص. شايفين هنا اهو كنت بوريكم يعني الموضوع يعني بيبقى عامل ازاي. خيط السناره يتلف على البالونه ويتلف على المسمار لفتين 3 لفات بس، انسي بقى الشكل يحصل له اي حاجه خالص. ومسمار صغنوني خالص بيبقى مثلا في الحيطه كده بسيط قوي، شكله مش بيبان خالص. ونفس الموضوع برضو عملته في الحيطه التانية او يعني في الجنب التاني بتاع البالونات. وبس كده اراهنك بقى لو الشكل وقع منك او اتفك. بعد كده علشان احس ان البالونات تبقى لازقه في الحيطه، فبجيب السكوتش وبلزقه في الحيطه ومع البالونات، عشان البالونه تبقى لازقه في الحيطه ما تبقاش طالعه من الحيطه قوي، يعني فاهمين. بعد كده بقى جبنا الستاره دي بتتفك كده، اي بنظبط بقى كده الطول بتاعها مناسب ولا مش مناسب، عايزين واحده كمان ولا مش واحده كمان، بتظبطي بقى كده. برضو الستاره دي برضو بتدي شكل مبهج قوي 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 قوي، بتبقى شكلها حلو قوي ورخيصه جدا. كانت بتهيألي كانت عامله 15 20 حاجه زي كده. بصي بتبقى جايه كده من ورا، بتبقى فيها شريط من الدبل فيس، بتشدي الدبل فيس ده وتلزقيها بقى على الحيطه في المكان اللي انت عايزاه. وانا كمان قلت لا عايزه كمان واحده، فجبت واحده تانية من مكتبه 25 يناير تحت بيتي كده، كنت عامله لكم عنها برضو قبل كده يعني برضو فيديو، حلوه جدا جدا. داخلين برضو بقى على المدارس، برضو فيها كل حاجه تتخيليها تخص اعياد الميلاد والمدارس والهدايا، كتب خارجيه، فيها كل حاجه. هسيب لكم برضو اللينك الفيديو بتاعي في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. كده برضو خلصنا خلاص، حطينا الستارتين جنب بعض وده بقى الشكل. عايزه اسيب الشكل كده زي الفل كده، اصلا شكله جميل وهادي ومبهج وزي الفل. شايفين ما كلفناش حاجه، يعني لحد دلوقتي اصلا شكلي ده اصلا مش مكمل، يعني ممكن يكون مثلا مكمل 100 جنيه 100 الا وهو كده. جبنا بقى شكل روبنزل، وبعد كده بقى هننفخه بالمنفاخ، بيبقى فيه حته من تحت كده فتحه صغنونه كده، بتدخلي منها المنفاخ بتاعك بالراحه وبتنفخي بيتنفخ على طول. بس انا عايزه اعرف يعني يا شعب يا ناس اللي بتبيعوا البالونات، ما لقيتوش شكل رابنزل اكتر يعني اكتر بشاعه من المنظر ده؟ بنوتي كانت بتقولي هي ايه ده، هي رابنزل حامل ولا ايه الشكل ده؟ بس والله العظيم لفيت في المنشيه ما لقيتش غير الشكل ده خالص، ده وده. بس ده شكله الى حد ما حلو، ده حلو. التاني ما كانش شكله حلو بصراحه قوي، بس اهو يعني رابنزل وخلاص بقى. بعد كده بقى هتجيبي بالونات وتنفخيها نفخه صغنونه وتحطي فيها دبل فيس وتملي بقى الشكل عندك. يعني لو انت عايزه الشكل بتاعك يبقى باين، يبقى ضخم او كبير او بالونات اكتر، تعملي بقى كده. يعني انا بصوا هنا مثلا كنت حطيت كل البالونات الصغنونه دي انا اللي مزوداها. بنحط الشكل الاول في الحيطه، بنثبته في الحيطه. بعد كده بقى يعني من كل لون بقى بالونه ننفخ حبه كده محترمين، ونقعد بقى نحط في الحته اللي احنا عايزينها بقى. دي عايزه احط فيها واحده احط فيها 2، الحته دي عايزه ازود فيها واحده احط فيها 2، هكذا بقى زي ما انت عايزه خالص. مش عايزه تحطي البالونات الصغنونه دي ما تحطيش، على حسب ما انت عايزه، عادي جدا. وكل ده من نفس البالونات اللي احنا جايبينها، هي ال50 بالونه. بعد كده جايبين رقم 4 ده برده من المنشيه، حبيت يبقى لونه لون بيربل، يبقى حلو قوي كده مع الديكور. برده بيتنفخ بنفس الطريقه بتاعه شكل روبنزل الحامل الرائعه دي، برضو ادى شكل حلو قوي قوي. بس انفخي بالراحه عشان ما يفرقعش منك، ولحد ما يتنفخ كويس وقفي، يعني ما تزوديش قوي عشان ممكن فجاه يبقى بامب كده ويفرقع منك على طول. بصوا شكله حلو ازاي.
بعد كده انا عملت ستاند صغنن تاني بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم قبل كده في اول الفيديو، عشان احط فوقيه الاستاذه رابنزل. عملته بس هما ب4 صفوف، يعني واحده بينك 2 اصفر وفوق خالص واحده بينك. نفس الطريقه بتحطي بالونات عكس عكاس وتلفي خيط السناره في اول 4 مع ال4 اللي تحتهم زي ما انتوا شايفين كده، بتثبت البالونات ولا بيحصل لها اي حاجه خالص. شايفين حطيت بينك، بعد كده 2 اصفر، بعد كده حطيت اخر واحده بينك، بعد كده جبنا رابنزل وحطيت فيها خيط سناره وربطته كويس. بعد كده بثبته هنا كده في الفتحه اللي في البالونات في النص كده. بعد كده برضو بلف خيط السناره في اول 4 بالونات. شايفين بشد جامد عشان تبقى ثابته خالص وتبقى واقفه كويس. بعد كده بلف خيط السناره على اول صف من البالونات بس كده. شايفين ثبتت ولا فيها اي حاجه خالص وبكل سهوله وبقت زي الفل. وفضلت واقفه كده الاستاذه رابنزل الحامل على راي بنوتي لحد تالت رابع يوم عيد ميلاد. فكناها بقى، احنا بقى قلنا نلعب بيها بقى. بعد كده جبنا رقم 4 وحطينا فيه الدبل فيس. بعد كده لزقناه في الحيطه في الوش كده عشان يبقى شكله حلو كده بقى، ونمبر 4 بقى كده شكله امور في النص كده. وده كده رابنزل على جنب بالستاند الصغنون. بعد كده جبنا البالونه برضو رابنزل التانية حطينا فيها الدبل فيس. وبعد كده اول ما بتحطيه بتشيليه كده بالراحه، بيبقى اللزق من الناحيتين، بتلزقيه بقى في اي حته انت عايزاها. وده كده بقى الشكل. عايزه بقى تسيبيه كده زي الفل، مش عايزه تسيبيه كده خلاص. انا جربت احط البالونات الذهبي اللي انا كنت جايباه في اول الفيديو، بصراحه ما حبيتهوش، ما حبيتش الشكل يعني. فكان عندي بالونه على هيئه نجمه من سبوع بنوتي موكا. بنوتي دي من دلوقتي عندها 1.5 سنة. فانتوا متخيلين انتوا بتنزلوا تجيبوا حاجه من المنشيه بتقعد معاكم يعني 1.5 سنة 2 ما بيحصلهاش حاجه خالص. فانت لو هتجيبي حاجات هتزودي حاجات، اصلا هتبقى عندك حاجات زياده هتستعمليها في الديكور المره اللي وراها. وهننفخ بقى النجمه زي ما قلت لكم نفس برضه طريقه نمبر 4 ورابنزل والحاجات دي كلها بنفس الطريقه. وده كده بقى شكلها. وبرضه البالونات دي برضه كانت عندي من سبوع بنوتي برضه موكا. بتبقى بالونه كده بتبقى شفافه جواها بيبقى حاجات كده شكلها حلو قوي برضه. ادت الديكور برضه كده ايه يعني روح كده، وشكلها بقى بجد حلو قوي قوي قوي. برضو براحتك، عايزه تحطيهم حطيهم، ما عندكيش ما تحطيهمش، عايزه تزودي بالونات زودي، مش عايزه ما تحطيهمش. انا كان ممكن اسيب الشكل من غيرهم، بس هما كده كده اصلا كانوا عندي فقلت اما ازودهم وخلاص. فاهمين؟ عشان بجد الحاجات في المنشيه رخيصه جدا، وانتي بتعملي الحاجه بتكفي وبتزيد وبتقعد معاكي سنين وبتبقى زي الفل عادي جدا، من غير بقى استغلال بقى وحد يضحك علينا ياخد مننا اضعاف سعر البالونات. يعني انا جايباهم كلهم ب 150 جنيه، حد يقول لي بقى 800 900 1000 ليه يا استاذ؟ ما انا عملتهم اهو في البيت وزي الفل والشكل ثابت وعملته زي الفل، ما كلفنيش اي حاجه خالص. هما ال 150 جنيه كده شاكب راكب وزي الفل على كده. هنا بقى كنا برضو بنوزع بقى البالونات زي ما احنا عايزين، برضو ادوا كده شكل حلو قوي قوي قوي. وبس ده كده بقى الشكل النهائي، يعني اهو شكله حلو قوي. حطينا برضو النجمه وخلاص على كده. عايزه تزودي حاجه تانية زودي، مش عايزه خلاص. انا كده كنت قلت زي الفل كده شكله حلو ورقيق وشكله جميل قوي 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 قوي. وفرحت بنوتي وانا كمان فرحت انا واخواتي واحنا بنعمله الديكور مع بعض. وطبعا بقى الاطفال بتفرح قوي قوي بقى بالبالونات بقى والهيصه والحاجات دي كلها. فبجد اعملوه في البيت انتوا، ما تخلوش حد بقى يجوا بقى كده ايه يشتغلكوا بقى كده ويضرب في جيبه 700 800 جنيه كده ويمشي وخلاص. فطريقته سهله قوي قوي قوي. حبيت في الفيديو ده يكون الفيديو مفصل تعرفي تعملي الشكل من الالف للياء. يا رب تكوني استفدتي واستمتعتي بالفيديو. ما تنسيش بقى اللايك، بليز بليز لايك 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 لايك. وما تنسيش ان انا سايبه لكم كل اشكال الديكورات اللي انا عملتها قبل كده تحت في الديسكريبشن بوكس. وما تنسيش بقى لو عندك صاحبتك قريبتك اختك عندها بقى مناسبه على طول كده شير بقى الفيديو بقى معاها على طول. وبس كده. توحشوني جدا جدا الفيديو الجاي، هستنى رايكم وكومنتاتكم كلها تحت في الكومنتات. هتوحشوني جدا جدا جدا. باي باي.